راس وين تصير الصورة هذه؟ تصير انه في القمة الامريكية الافريقية الرئيس الامريكي جو بايدن يعتذر لتقريبا 50 رئيس دولة افريقية، يقول لهم سامحوني راهي الكلمة متاعي باش نقصرها برشا على خاطر صاحبي رئيس الحكومة المغربية مستدعاني باش نتفرجوا في ماتش المغرب وفرنسا. يعني هذه الدبلوماسية الرياضية في أعلى موجودين معنا. سي لطفي، كان نقول لك كأس العالم هذه شنو تتذكر منها؟ اون ايماج بوتيتر، صورة. والله هما بليزيور ايماج اللي معناها كي نوزون ماركي كوا معناها، وما كانتش كان الكرة بركة، يعني كانت سور بليزيور نيفو في الستاد، خارج الستاد، وحتى بعيد برشا على الستاد. انا اخترت التصويرة هذه. التصويرة هذه هاكا فيها كرة، فيها لقطة من مقابلة المغرب وفرنسا. وين تصير الصورة هذه؟ تصير انه في القمة الامريكية الافريقية الرئيس الامريكي جو بايدن يعتذر لتقريبا 50 رئيس دولة افريقية، يقول لهم سامحوني راهي الكلمة متاعي باش نقصرها برشا على خاطر صاحبي رئيس الحكومة المغربية مستدعاني باش نتفرجوا في ماتش المغرب وفرنسا. يعني هذه الدبلوماسية الرياضية في أعلى مراتبها. وقت تعرف اللي الفوتبول مازال ماهوش الرياضة الشعبية الأولى في أمريكا ولا حتى خارج أمريكا. نعتبر كوب دي موند مادام ما شاركتش فيه زوز أكبر بلدان في العالم، الصين والهند، دونك مازلنا ما نحكوش على الرياضة الشعبية الأولى في العالم. فالإخوة المغاربة استثمروا بامتياز المشاركة نتاع الفريق نتاعهم، مشى تقريبا للنهاية، وكانوا السياسيين في الموعد لتوظيف النجاح الكروي هذايا ومعناها تحقيق مكاسب دبلوماسية قوية برشا. الدرس عنا احنا بطلة عالمية اللي هي أونز جابر، ارتقت في برشا مرات المراتب عالمية وخاضت أدوار نهائية، وإن شاء الله باش تخوض أدوار نهائية إن شاء الله تبدأ فما مرافقة دبلوماسية موازية للنجاحات هذه. على ذكر أنس جابر، عندي في الفليجة حاجة هكا مستوى باش نصلح عليها. وليد مشارك، أنت شنو الصورة اللي تبقى تتذكرها من كأس العالم؟ برشا صور. نعرف. منهم تصويرة اللي اخترتها أنا هي إمبابي يلبس في مريول حكيمي. اوكي. اللي هي تجسد يعني الاخوه والصداقه والمحبه اللي ما بين هذوما الجورات الزوز اللي هم من اصول يعني لافريك دو نور. ومبابي امه جزائريه، اصول جزائريه. بربي تقربت في العماري في العماري. داير لقب العماري. ولا تقرب لي من نجاح مبابي. جميله الدنيا في المحاماه. وحاجه ثانيه يجسد هذا زاد قوه الباريس سان جيرمان. ما ننساوش اللي كونه قطر راهي شاريه باريس سان جيرمان، والفينال كانت فينال نتاع باريس سان جيرمان، على خاطر كترا من شيره ميسي من شيره ومبابي من شيره. هذا تتويج ثاني للقطر في حد ذاتها. وزاد على ذلك الصداقه هذه والروح اللي عند مبابي بالذات، اللي هو نعتبره انا يعني بطل الدوره في الحقيقه بعد ميسي. هو البطل اللي هو لبس مريول، وكان شفته بدا بالمقلوب يحب حكيمي من قدام باش يعبر على فرحته وعلى زاد دعمه للمغرب. علما لوليد، راهو حبيت نقول لكم سر في اخر حلقه صورناها وكانت حلقه قبل المونديال. وليد عمل شويه هكا توقعات، وقال وقتها اللي تونس ماهيش باش تترشح الدور الثاني. طبعا انا النفس المؤمنه اللي هنا في البلاتو اللي ما نحب كان الباهي والبوزيتيفيتي والجود فايبس وكل، قلت له هذه الكلمه عملت سانسور، معناتها قلت له هذه ماهيش تتقال. راهو ما نجمش نتخيل روحي لاعبي تونس يتفرجوا مثلا في تحت الصوره، رغم اللي كانوا هما وقتها ماهوش راهين بينا، مي تخيل تقول لهم مانيش ترشحوا، سي با جونتي. ما قلناهاش يا اخي، ذاك الفر رغم فوزهم ضد فرنسا. فوالا. لا جودة تفرجتي كأس العالم؟ تفرجت في تونس، ديما نتفرج في تونس. واكيد في الفينال اللي هي كانت حلوه ياسر. اكسبسيونيل. كانت اكسبسيونيل، وماتش تونس اكسبسيونيل، والمغرب كانت اكسبسيونيل. بالنسبه لي انا المغرب هي اللي معناها لخصت كل شيء فيها. لخصت. الوغ لي زافريكان ايتي لا، les Arabes étaient là, والمسلمين étaient là,
هذوك كلهم اون ايتي لا، ودمي فينال حاجه كبيره ياسر كيما احنا زاد دايوغ اول مره يظهر لي تونس توصل معناها للمرتبه هذيك. سراجي شنو اخترت لنا تصويره؟ انا اخترت تصويره من اللقاء هذا، اللقاء الفرنسي المغربي. شو اللي فيها قوه كامله، قوه نتاع الزوج شابين هذوما، الشاب الفرنسي والشاب المغربي، كل الطاقه نتاع كره القدم موجوده فيها، كل الطاقه كل القوه كل الايمان بالنجاح موجود. يعني يمكن هذاك علاش الجماهير الشعبيه، ولو ما ثماش لا صين لا هند، الجماهير الشعبيه في العالم يعني امريكا اللاتينيه هذاك حطمت الارقام القياسيه على ما يبدو في حضور المباريات. معناها مش الارجنتين بركه، حتى الاخرين، البرازيل معناها في المقابلات التاريخيه بتاع البرازيل. لكن الشيء المهم في التصويره هذه هي القوه، هي قوه الايمان بالنجاح، قوه الملاعبيه بالفريق نتاعهم. يعني الفريق البلو الفرنساوي اللي عامل السردوك نتاعو على الواحد، ثم المغربي اللي المغرب عاشت فترة جنون يعني ومحبة. محمد السادس هبط للشوارع الرباط بالعلم بتاع المغرب باش يحضر باش يزيد في حماس، في جدوى الحماس نتاع الجمهور المغربي. وي الشيء هذاك والاخر يرجع المغرب وقت اللي تسجل يجي بوك يقول لك مثلا ماركينا تولي المغرب هي تونس وتونس هي حاسيل ومحلاه الفوت. سوني الوغ انا اخترت صوره لزوج لاعبين مغاربه، وليد شديره وسفيان بوفال. صوره جميله جدا جدا وقت الفوز، وقت اللي طلع وليد شديره يبوس في امه، ووقت اللي طلع سفيان بوفال هبط امه كاريما ويشطح معاها. صوره جميله. برشا لاعبين عرب اللي تميزوا بالتصرف هذايا، انه كصوره جميله نتاع الاعتراف بالجميل للام وتضحيات الام وتعبير على محبتهم للام، على عكس اللاعبين الغربيين اللي وقت اللي يمركي ولا وقت اللي يربح يمشي للحبيبه، يمشي للخطيبه، يمشي للزوجه. قديش الفكره ما تشبهلكش سونيا؟ تخيلتها الناس الكل كان منك. ما زلت ما كملتش. باهي فوالا زيدي بيان فما حاجه. ما زلت ما كملتش. دونك واللي تحيلنا للعلاقه الخاصه والخاصه جدا اللي تجمع الرجل العربي بوالدته. دونك علاقه خاصه جدا توصل لحد التبعيه العاطفيه. يعني بالنسبة لي الرجل العربي في مجتمعاتنا العربية فما الأم اليهودية زادة والأم الإيطالية ماما، وكل العلاقة متاع الراجل الإيطالي ولا اليهودي مع والدته. وإحنا خاصة لأسباب متعددة مش باش نذكروها، جو با فيغ دو لا بسيكاناليز دو بال، لكن كمان تجلب الاهتمام. على خاطر الرجل العربي بالنسبة ليه أمه هي الأجمل، هي الأطيب، هي الأحن، هي اللي تتستر على هفواته، هي اللي تسامح كل غلطاته، ولدرجة أنه يبدأ يبحث في كل امرأة صورة من أمه، ومن بعد يتعجب شبيها مش كي أمي، مش كحنينة كي أمي، شبيها ما تعديليش بهبالي كي أمي، شبيها ما تطيبش كي امي. دونك تلقى كسكسي امه هو الاحسن ومقرونه امه هي الاحسن. ساعات هي تبدا حاجه نعمه ربي. بور مي سيت مادلين دو بروست، ذكريات الطفوله وذوق الماكله نتاع امه. والام هي في حد ذاتها دي تغذي وتغرقوا بالعاطفه، خاطر الام هذيك اللي هو يضفي عليها نوع من القدسيه. هي امراه، هي حبت وتوجعت وبكيت، واخيرا يجيها الرجل اللي يحبها حب لا مشروط بل انه يقدسها، فتحط حبها وغرامها الكل فيه، لدرجه ان كل امراه باش تجي باش تعتبرها غريمه ليها. والمراه اللي باش تجي واللي هو يغزر لها وما تشبهش لامه تدخل حرب خاسره الى ان تتربع
هي بنفسها على عرش الأمومة وتعاود تكتب نفس السيناريو مع ابنها. لا جو ريكوني سيدة دهلاني، أنا قلت الغيبة بدلتك كما شيء ما بالطبع يتغير. سي تري مينيون، أما لازمنا نستعرفوا اللي الرجل العربي راجل للبرة، أما كي يدخل دار أمه يرجع لبتي بيبي يا ماما. كيف ما شاهدتوا معنا الاصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. فيديو اكيد اللي شفنا فيه الانبهار ديال الاعلامي التونسي لطفي العميري بالطريقه اللي تم دعوه بها رئيس الحكومه المغربيه لجو بايدن، وانبهارهم كذلك يعني بالمكانه اللي وصلت لها الدبلوماسيه المغربيه. فالاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش